تخيل معي صوت نفس عم يتنفس جنبك، وعيون ما بتعرف تعبر بس بتحسها كأنها عم تقلك أنا فهمانة حتى من دون كلام. ما في مصلحة وما في حكم، في رفقة صادقة وفي دفا. لهيك كتير منا بس تقسى الحياة عليه بيروح بدور على الحنية بمكان تاني، وشعور الحنية ما أنا مرتبط بشخص، كتير ممكن تلاقي عند حيوان. طيب ليه منربي حيوان؟ وشو السبب اللي بخليني ألجأ لتربية الحيوان؟ الجواب لهالسؤال أعمق من مجرد هواية. الحيوان ما بيكذب وما بيخون، هو بس بضل حدك لو العالم كله راح. وهون ببلش الفرق بين شخص وشخص، حسب الحيوان اللي عم بيربيه وحسب الشعور اللي عم بيدور عليه. خلينا نوسع الكادر أكتر. يعني اللي بيربي أسد مثلا هو ما عم بيربي حيوان، هو عم بيربي رمز. في شي جواته عم بحسسه بالقوة وبالهيبة، أو يمكن عم بيحاول يعوض نقص جواته. بس الحقيقة الأسد مو بس فخامة، هو مسؤولية مرعبة وخطر حقيقي ووجع راس إذا ما كنت قده. اللي بيربي أفعى أو زواحف هذا الشخص غالباً ما بده حيوان لطيف، بده شي غريب وملفت. هذا النوع من الناس بحب يعيش الإحساس بالتحدي، ويمكن شوي يكون بخوف وملفت للنظر. أما يلي بيربي قطة فالقصة مختلفة تماماً. القطط ما بتحسسك بالقوة، بس بتعطيك حنية، رفقة ناعمة، ما بتطلب منك شي بس بتتدفى فيك، وبتخليك تحس إنه في شي صغير بحياتك ناطرك ومرتاح بوجودك. غالباً تربية القطط مرتبطة بالبنات. كتير بنات لما بيربوا قطط بيلاقوا فيها نوع من التوازن والحنان ومن الرفقة اللي بدون شروط. أوقات بتصير القطة أقرب لإلهم من كتير ناس. بسوريا وبعد الحرب كتير ناس صار عندها حيوانات أليفة، مو ليتسلوا، ليعبوا الفراغ اللي خلفته خسارات الحروب ويلموا الشظايا اللي تركتها جواتهم. يعني الحيوانات صارت مثل مرساة بتشد الشخص على الواقع وبتخليه يقوم الصبح ليهتم بشي ويضل حاسس انه إله دور، والدراسات بتأكد هالشي. في دراسة من BMC سايكايتري راقبت ناس بفترات الأزمات النفسية، وبينت انه تربية الحيوانات بخفف من أعراض القلق والاكتئاب، وخاصة بفترات الضغط العالي. بالإضافة لدراسة عملوها بطوكيو على المراهقين، لقوا انه الأولاد اللي ربوا كلب حسوا براحة نفسية أكبر، بينما اللي ربوا قطط ارتبطت تجربتهم بمشاعر حزن أكثر من غيرهم. وبحالات الحروب مثل أوكرانيا وسوريا وثقوا أن تربية الحيوانات خففت من مشاعر العزلة وزادت الإحساس بالنجاة، خاصة عند الناجين المدنيين. يعني باختصار لما تكون الحياة عم تنهار حوالينا، الحيوان بصير نقطة توازن صغيرة، كأنه عم بيقلك أنا معك لو الكل راح. لهيك مهم نربي أولادنا من هن وصغار على الرحمة، مو بس مع الإنسان، مع كل كائن حي حتى الحيوان. لأنه الطفل اللي بيكون عنده ميول يعنف حيوان أو يفرح بعذابه هاد طفل خطر، ومع الوقت رح يصير إنسان يأذي بشر مو بس حيوانات. وهذا الحكي مو من نسج الخيال، أغلب القتلة المتسلسلين بلشوا حياتهم بتعذيب الحيوانات. فإذا بدنا نبني جيل عنده رحمة وإنسانية لازم نزرع هالرحمة من الأساس ونفهمه إن الحيوان كائن بحس، بيتألم وبحب. وهلأ أنت اكتب لي بالكومنت شو رأيك بتربية الحيوان؟ بتلاقي فيه أمان؟ وإذا إيه شو الحيوان اللي بتحب تربيه؟